السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة، ولو أول مرة بتشوفيني دي قناتي كريز وجليز. هنعمل مع بعض إن شاء الله النهاردة تورتة مقاس 20. هنبدأ بالمقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في العجان 4 بيضات، وهنحط عليهم نص كوباية سكر ومعلقة محسن هرمية، بس تكون معلقة صغيرة، ونحط معلقة خل ونسيبهم يتضربوا على أعلى سرعة. بس في الأول يا جماعة نطلع بالعجان واحدة واحدة، ما ينفعش تطلعي بيه مرة واحدة. ونبدأ نشتغل في المقادير الجافة. اول حاجة هنحط في قلب المصفى دي اللي انتوا شايفينها كوباية ونص من الدقيق. انتوا شطار بقى، اكيد حفظتوا المقادير. المقادير دي يا جماعة نقدر نعمل منها كل حاجة. وعليها معلقتين نشا، وعليها معلقة بيكنج باودر بالمعلقة اللي انت شايفاها. بصي وريتها لك، هي لوزة الصغنونة دي معلقة مليانة هرمية. لو هتحطي بمعلقة الشاي هتحطي معلقة ايه ممسوحة. معلش يا جماعة انا بعيد وازيد في الكلام لان في ناس لسه داخلة جديدة ما سمعتش الكلام ده، فمعلش انتوا حفظتوا خلاص، انما اللي داخل جديد عشان يعرف. المقادير دي يا جماعة نقدر نحطها في كل حاجة. نحطها في صينية 26، نحطها في صاج 30 في 40، نحطها في مقاس مقاس صينية 24، مقاس 22. هتديكي الاشكال كلها، بس مش هتديكي عدد القطع واحده، بتختلف بقى كل ما بتكبر معاكي في المقاس بتديكي عدد القطع او الشرايح اقل. بصي بقى يا لوزة، هنبدا نحط هنا كده معلقه معلقه. بس احنا الاول عملنا ايه؟ حاطين نص كوبايه ميه جنب العجان. اول ما الخليط ارتفع عملنا ايه؟ حطينا نص كوبايه ميه، وهنبدا ننزل بالدقيق معلقه معلقه لحد ما يتجانس الخليط كله. بصي شكله عامل ازاي يا لوزة، شايفه؟ بسم الله ما شاء الله عليه. في الوقت ده يا لوزة بتعملي ايه؟ بتولعي الفرن، تسيبيه شغال لمدة 10 دقايق عشان الفرن يبقى سخن. اهو زي ما انت ما شايفة كده. بصي بسم الله ما شاء الله، واصل لحد فين؟ يعني ملبن اهو. انا بقى بستغرب يا جماعة، ناس تكتب لي في التعليقات وتقول لك ايه انا عايزه اعمل المقادير دي بالسبونش الجاهز. يا جماعة والله ده سهل اهو قدامكم اهو، مش صعب. يعني ايه اللي يفرق ده عن الجاهز؟ انا على فكره ما بحبش اشتغل بالجاهز، انا جبته مره عشان اجربه، لقيت ده هو ده، يمكن انا شايفه ان ده احسن كمان. وبعدين بنجيب الجاهز بنحط عليه برده معلقه محسن. طب ايه الفايده بالله عليكي بقى؟ يعني انا اروح اجيب المقادير دي كلها وبرده اروح احط عليها معلقه محسن؟ طب ما المحسن غالي بقى ب 120 جنيه دلوقتي. فعشان خاطر ربنا يا جماعه معلش ركزوا معايا شويه في قلب الفيديو ده. ده مش هيفرق اي حاجه عن الجاهز، ويمكن احلى كمان. اهو بصي، هتحطي الورق كده من كل جنب. لو عايزه تحطيه، مش عايزه تحطيه مفيش مشكله، بس هي عشان بترتفع اوقات تبصي بتلاقيها بسم الله ما شاء الله يعني بترتفع قوي. فعشان ايه؟ الخليط ما يفرش ويقع بره. وتبداي تنزليه كده زي ما انت ما شايفه اهو. بصي شايفه انا بوريكي اللي في العجان ايه؟ يعني لسه فيه، ما تسيبيش فتفوته يا لوزه، تنزلي كله. وما تنسيش اللايك برضو يا لوزه، ولا الشير ولا السبسكرايب، وتعليقاتكم الجميله اوعي تنسوها يا لوزه. اهو بصوا ما خليتش ولا فتفوته. بشيش طاووق بقى كده، خلة الشيش طاووق دي تبدأي تعملي ايه؟ دواير يمين في شمال، اي حاجة زي ما تيجي معاكي. المهم ان انت تنزلي الفراغات كلها، تخليها مش موجودة، تخليها كل الفراغات دي عشان ما يبقاش فيها الايه الفقاقيع الهوا دي والفراغات اللي بتبقى جواها. وتبدأي تسوي بقى كده اهو. بصي زي ما انت ما شايفة كده بالسكرابر ده او بمعلقة او باي حاجة، المهم ان انت او بسباتيولا اللي انت شايفاها دي زي ما تسويها تحطيها بقى على درجة حرارة 180 لمدة ساعة الا ربع. دي ساعة الا ربع ليه؟ عشان ارتفاعها عالي، وبتحطيها على درجة حرارة متوسطة. انا هنا بقى قطعتها لان طبعا الكاميرا الحمد لله رب العالمين عملتها معايا وفصلت، معلش بقى ايه سامحوني. هنحط بقى هنا في العجان كوباية مية، وعليها شايفين النشا دي انا حطيتها مع الميه البتاع دي، اللهم صل على النبي، الكاكاو حطيته مع الميه ليه؟ عشان مع الميه بيتجانس اكتر. لما بحطه مع الكريمه احيانا بيلطش، فكده في الميه احسن. اهو بصي هتاخد بس كده ضربتين صغيرين، ومعاها السكر بتاعها نص كوبايه سكر. وهبدا بقى اعمل ايه؟ ابدا انزل ايه اللي هو الكريم شانتيه. انا بستخدم كريم شانتيه المتحده يا جماعه. اهو كوبايه وربع، مش كوبايه ونص بقى، المره دي حطيت كوبايه وربع. هي المفروض كوبايه على كوبايتين ميه. لما بنزل الكوبايه الاولانيه عشان تدوب السكر، وبعد كده بحط الكوبايه التانيه بتاعه الميه. ونسقي بقى ايه؟ بالسيرب زي ما انتم ما شايفين كده. ونبدا نحشي كده. طالما حشيتي بالتيب ده اللي هو الساده، ما بتحتاجيش ان انت تفرديه بالاسباتيولا ولا حاجه.
وتحطي ورا منها الايه، القطعه اللي بعدها، تسقي بالسيرب وتعملي نفس القصه. اتنعكشت منك بقى وانت بتعمليها، خلاص سويها بالاسباتيولا، مش هيجرى حاجه. اهو بصي يا لوزه، زي ما انت ما شايفه كده. وبعدين تحطي التالتة، القطعه التالتة عليها، وبرده تسقيها بالسيرب. السيرب ده انتوا شطار وحفظتوا. كوبايه سكر على كوبايتين ميه. في ناس بتحب تحط كوبايه ونص بس من الميه. انا بصراحه لا افضلها، علشان خاطر هي اصلا يعني التورته كلها بسم الله ما شاء الله مسكره، فمش محتاجه ان انت تسكريها زياده عن اللزوم. اهو زي ما انت ما شايفه كده. تكملي بقى كده بالسباتيولا، تحطيها منها وتفردي بايدك، مفيش مشكله. تكملي بقى بالكيس برضو عادي، برضو مفيش مشكله. اهو بصي يا لوزه، وتحطي اخر حاجه دي بقى القطعه اللي هي تحت، انا بقفل بيها اخر حاجه تحت خالص، وتسقيها كده بالسيرب وتبداي تقفلي عليها. دي تورتايه كانت مطلوبه كلها شوكولاته، وجات لي برسمه معينه. يعني انا جات لي مبعوثه لي على التليفون برسمه معينه، عملت لها الرسمه زي ما طلبتها، والحاجه زي ما هي ما قالت عليها بالظبط. بس انا في حاجات كده، يعني انا حتى كلمتها في التليفون قلت لها انا حاسه ان هي غامقه قوي، ما ينفعش احط لها شويه حاجات بسيطه. قالت لي طب ماشي، بس ما تحطيش اي حاجه غير الشوكولاته. يعني قلت لها طب ما ينفعش حتى حاجات يعني شوكولاته بيضه بتاع. قالت لي ماشي شوكولاته بيضه، انما جليز والحاجات دي احنا ما بنحبهاش. فانت بقى حسب طلب اللي هو العميل اللي هو بيطلبها بتعمليها له. اهو بصي يا لوزه، وتبداي الجلسه. بصي الكريمه كانت رخمه معايا جدا جدا، وكل شويه تعمل فقاقيع هوا، وزهقتني وطهقتني في عيشتي. رحت ايه بقى، هرجع تاني اردها وارجع اضربها تاني، ما انا مش هلمها، لو لميتها هيبقى في فتافيت. خليت بقى اللي هي الاولانيه، الطبقه الاولانيه ديت، وبعد كده رحت الحبه التانيين ضربتهم بايدي كويس مره واثنين وثلاثه، خرجت الهوا منهم، وبعد كده رحت مجلساها ايه فوق التجليس ده، فبقت ناعمه وجميله. لما تعمل معاكي كده حطيها في الخلاط، في البتاع ده اللهم صل على النبي، العجان او مضرب البيض، تضربيها تاني هتطلع لك الهوا اللي فيها، او بايدك. انا بصراحه ما دخلتهاش البتاع دوت اللي هو العجان. اول مره دخلتها العجان وطلعتها برضو ايه، برضو فيها فقاقيع هوا وزيت. رحت سايباها كده زي ما هي، ورحت جايه بايديا ورحت ضرباها بايدي كده بالاسباتيولا، وبقت زي الفل. اهو بصي يا لوزه، السكرابر ده جميل، ما استخدمتوش بقى لي فتره، قلت بقى استخدمه معاكم عشان اللي عنده ما يركنوش، يستخدمه جميل جدا. بص انا كده جلستها وخليتها ناعمه جدا زي ما انت شايفه كده زي الفل. الفقاقيع دي بتبقى رخمه 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 فوق الوصف. اهو بص انا حطيت شويه ايه كاكاو غمقته، عشان عايزه اعمل ايه شكل الدبدوب اللي انت هتشوفوه دلوقتي. اهو بص اللون، بوريكم اللون الدرجه بتاعته، هي نفس الكريمه، بس انا بس غمقتها. اهو بصي انت بقى ايه، ركزي بقى معايا في الحته دي، عشان هي دي مش صعبه. ده كيس طعام، اللي هي الاكياس اللي احنا بنستخدمها في المطبخ بتاعتنا. انا بشتغل باي حاجه والحمد لله. بص انا كده نعمتها وخليتها بصي اللوزه هي لوزه، وتبداي تنزلي بقى بالكيس كده زي ما انت ما شايفه. ممكن تشتغلي بالبلبله برضو، او بالتيب اللي هو بقه ساده، تعرفي برضو تشتغلي بيه، ده او ده شغال يعني مفيش مشكله. وتبداي زي ما انت شايفه كده تسحبي وتمسحي في العجان، تمسحي وتسحبي في العجان كده، تسحبي في العجان، تمسحي في العجان. اهو بصي زي ما انت شايفه، هتديكي شكل الورده، تدخلي كله على كله. انا عملته معاكم قبل كده الشكل ده على فكره، كانت تورتتين، واحده خضراء وواحده كانت شوكولاته. وهنبدا بقى هنا ننزل اهو نعبي اللي هو الكيس بتاع اللي هو على فكره الاكياس دي يا جماعه مش كويسه. انا عايزه اقول لكم ان هو مش كويس يعني ايه، فما تجيبوهوش، ما تبقوش تشتروه، بيطرقع وحالته حاله. كان الاول حلو، كان بينفعني بقى في الايه، ان هو بقه صغنن كده وطري في ايدي، مش بيبقى زي التاني ناشف، بيبقى حلو. انما دوت بيبقى ايه مشكلته، انه بيطرقع، فما تبقيش تجيبي منه. تنزلي بقى زي ما انت ما شايفه كده، نقط 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 نقط. هو الفيديو شرح نفسه، حاجه مش مظبوطه ظبطيها. جبت انا بقى كوبايه زي ما انتم ما شايفين كده، وبدات اعمل اللي انتم شايفينه ده، اعلم كده، اسيب اثر للكوبايه، وهتبداي تمشي عليه بالبلبله او بالتيب. نقي بقى تيب صغير من الثلاثه اللي انا هوريهم لك دول. اهو بصوا العلبه دي كل شويه اقلبها، كل شويه اقلبها. عيالي كل ما يخشوا يقولوا يا دي العلبه اللي كل شويه ماما تقلبها، كاني بقلبها على دماغهم يعني.
انا بقلبها على الرخامه، مش عارفه زعلانين ليه يعني، محموقين للرخامه، تقوليش قريبتهم. اهو بصي تبداي بقى زي ما انت ما شايفه كده، واحده واحده تمشي على الرسمه اللي انت عاملاها اهي. امشي بقى بالتيب اللي يعجبك، بس يكون تيب صغير عشان عندي مقاسات صغيره. انا طبعا ما عليهاش ارقام، عشان انا بصراحه ما بشتغلش بالارقام، انا بشوف الشكل اللي يعجبني وبجيبه وخلاص. في حاجات عندي عليها ارقام وفي حاجات ما عليهاش ارقام، فمش هتفرق معايا. اهو بصي يا لوزه، تمشي عليها كده زي ما انت ما شايفه كده، زي شكل الستاير كده. هتفضلي بقى ماشيه عليها كلها زي ما انت ما شايفه كده. تنسيش يا لوزه، تنسيش يا بطوطه، يا كتاكيت وبني، اللايك والشير والسبسكرايب عشان بتنسوا، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اهو خلاص احنا كده ايه، بنفنشها كده في الاخر. بصوا بقى النقطه اللي انا حطيتها دي، يعني هي كانت محطوطه في التورته، بس انا ما اعرفش بعد ما عملتها ما عجبتنيش. يعني في حاجات كده ايه، رحت انا ايه بعد ما، يعني بعد ما عملتها رحت شايله النقط اللي تحت وسبت النقطه اللي فوق، وحطيت تحت منها كريسبايه صغيره كده بلونها ليموني كده عشان حتى تفتح التورته شويه. هي يا ستي هي مش عاجباها اصلا الالوان الفاتحه. ايه اللي خليكي حطيتيها؟ ما اعرفش، هي قفلت معايا. وبعد ما خلصت التورته وصورتها لها قبل ما تروح لها، قلت لحسن لما تشوفها تقول لك لا ده انا مش عجباني، لا خديها انا عايزه الشيء الفلاني. قلت لا خلاص مش مشكله اوريها لها. بعد ما وريتها لها عجبتها جدا، قلت الحمد لله. بصراحه في حاجات كده يعني مخي مش بيستوعبها لما بتبقى غامقه كلها كده، مش بتعجبني. انا بحب احط فيها يعني ايه تاتشات صغيره. هي مش هتبقى جامده قوي، مش هتبقى اوفر، بس برضو اهو قلنا نشوف الاول عشان لو ما عجبتهاش يبقى نشيلها ايه من قبل ما تروح. بلا مشوره بقى، بلا وجع دماغ، يبقى من اولها كده احسن. بصوا بقى يا كتاكيتو، الدبدوب ده يا اختي كاميله، دبدوبه جميله والله. بصي بقى هتحطي ايه زي ما انت ما شايفه كده بالتيب، تكه جامده قوي، وبعد كده تحطي فوق منها التكه التانيه بس تكون صغيره، وتبداي تمسحي كده. انا عندي ورقه كده صغنطوطه اهي زي ما انتم شايفين كده، ببدا اجلس وبدي شكل الدبدوب. يعني بصوا معلش، يعني انا هقول لكم يبقى مكرش كده من قدام ومن ورا ظهره مسحوب. اهو بصي زي ما انت ما شايفه كده، يبقى ليه كرش كده من قدام ومن ورا ليه ظهره كده ايه تخين، بس ايه مش زي قدام، يعني يبقى يختلف اللي ورا عن اللي قدام. اهو بصي يا لوزه، اهو زي ما انت ما شايفه كده، الظهر من ورا معمول له كده حته زي ما تكون ايه، يعني محني كده زي ما يكون محني، او قاعد كده فايه فالتخن بتاعه باين. بياكل كتير الدبدوب ده، الدنيا غلا والدبدوب ده عمال ياكل. اهو هنعمل الايدين بتوعه والرجلين بتوعه ونحط له فوق راسه كده اهو. بس دي ما عجبتنيش، شلتها بالمقص. اللي ما يعجبكيش طول ما انت ما شغاله اشتغلي براحتك، ان شاء الله تشيليها 10,000 مره، طالما انت عينك شايفاها مش مظبوطه خلاص. وادي كده هي ايه بقه. بص انا بوريكم الايه الفتحه بتاعه الكيس زغنطوطه خالص، اللي هو كيس الحلواني ده، هو مش كيس حلواني بقى اللي انا قايله لكم عليه اللي هو بتاع السبوع ده. اهو تبداي بقى بالورقه الصغيره دي تظبطي اي حاجه شايفاها مش مظبوطه واحده واحده. اهو زي ما انت ما شايفه كده، وحطينا نقطه كده فوق مناخيره، وشوكولاته صغنطوطه كده رسمنا بيها بقه. بصي بقى ايه، انا هسيبك مع الفيديو، عيشي مع الفيديو انت بقى، شوفي كده واحده واحده. اهو وعندي ايده برضو، حطينا حته شوكولاته كده، الحتت اللي هي بتبقى سمرا من قدام دي. بصوا هي الصوره جات لي انا زي ما هي، نسختها زي ما هي، نفس الشكل، ما زي ما هو معمول حطيته بالظبط زي ما هو. هو ما فيش بس غير اني اللي هي كانت كلها بني بني دي، انا بس شلت اللي في النص، وبدل ما تبقى كلها بني حطيت لها بس كريسبايه واحده لونها ليموني كده تكسر اللون شويه، وعملت ورد ابيض بدل ما كنت هعمله اسمر. جناش شوكولاته لونها ابيض. او بصي تعدلي كده بقى بشيش طاووق الخله دي، او بالخله الصغيره، او باي حاجه عندك كده تعرفي تظبطي بيها. اهو بصي جيت اعملها الكريمه دخلت على، مش مشكله تظبطيها، تنيكي طول ما انت ما واقفه تعمليها لحد ما تخليها زي الفل، وربنا هيوفقك برضو. اهو عملنا الحاج دبدوب، وعملنا واكل وكل حاجه، و100 فل و14.
اهو 100 100 اهو، وظبطنا له ظهره كمان. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي ايه رايكم يا كتاكيتو، ان شاء الله تعجبكم. وهنحزم التورته تحت كده بالتيب الصغير اللي انتوا شايفينه ده اهو، زي ما انت ما شايفه كده. بصوا بقى، لما تشتغلي على قاعده ما تشتغليش على قاعده 20 بالظبط، تبقى اكبر منها شويه عشان تعرفي تشيليها، تعرفي تزوقيها من تحت، تبقى براحتك ما تبقيش مخنوقه. بص انا ايه، انا دخلت التورته جوه عشان انا في مره حصل معايا موقف فتحت الضرفه اللي فوق دي، وبعدين بجيب حاجه راحت واقعه داب، راحت نازله في نص التورته. بصوا بقى، كنت مش عايزه الطم، كنت يعني عايزه اطلع من الدور ال50 ولا المليون، اطلع انتحر. بعد ما خلصتها وقفلتها زب وراحت واقعه فوق منها. بقيت دلوقتي اما عاوز اجيب حاجه بالضرفه دي ادخلها جوه خالص، وبعدين افتح الضرفه اجيب اللي انا عايزاه وارجع ايه اطلع التورته تاني. خلاص اتعلمت. خلاص الواحد اللي مش عارف اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. بص كده، انا بالجفت جبت الكريسبي الصغير ده، بعد ما حطيت كله كده والله ما عجباني، مش عجباني لقيتها كلها غامقه. هي بس كانت عايزه حاجه صغننه تكسرها، لان هي بيحبوا البنيات. على فكره احنا برضو عندي العيال واحنا كلنا بنعشق الحاجه البنيه، كل الشوكولاتات اهو. بصوا ايه رايكم بقى، حطيت لها انا ايه لون بس في النص كده، كريسبيه لونها ليموني، ومن فوق رحت حاطه لها الايه جناش الشوكولاته الابيض ده. ايه رايكم بقى؟ قولوا له ايه رايكم. تنسونيش بقى يا كتاكيتو، لايك وشير وسبسكرايب. اوعي تنسي يا لوزه، اوعي تنسي. ايه رايك؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. اوعي تنسي التعليقات يا لوزه، اوعي تنسي. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.